هاد البسكوي كنحتاجو له. عندي هنايا 250 غرام ديال الزبده، تكون زبده الحلويات. عندي هنايا خماره ديال الحلويات. عندي هنايا 4 الفرماجات. كاين هنايا معلقه صغيره ديال الخل تقريبا. عندي هنايا نص كاس ديال الماء يكون دافي. هنايا عندي واحد قبيصه د الملحه تقريبا نص معلقه. عندي هنايا قبيصه ديال الابزار، وعندي بيضه وحده. وبالنسبه للدقيق ديال الحلويات عندي على حسب يعني الخلط. هنايا ان شاء الله غادي نخدم الزبده. بسم الله. بالنسبه للطريقه هنايا غادي ندير البيضه هنايا مع الزبده، وندير الملحه والابزار، ندير هنايا الفرماجات، ندير هنايا الخل، نخلط هادشي بعدا. وديك الساعه نزيد الماء. بسم الله. هنايا الزبده نبقاو نخدموها مزيان حتى تخدم لينا هكا. انا من بعد غادي نزيد هاد نص كاس ديال الماء ونبقى نخلط. نخدمها هكا حتى تخدم ليا مزيان. غنخليكم معايا حتى نكمل ان شاء الله. هنايا من بعد ملي خلطت هاد الزبده يعني تخلطت لي واحد شويه، غادي نزيد هنايا الدقيق. بسم الله. مغربل هكا. بالنسبه للدقيق كيف ما قلت لكم يعني على حسب الخليط. هذا غير جربوا المشاهدين ديالي يجربوه، ما تندموش عليه، يجي رائع بزاف. الوليدات الصغار والكبار كلشي. نخلط على هادشي. بسم الله. ونبقاو تخلطوا مزيان حتى كيتجمع الخليط. مع الزبده راه خصها دقيق يعني بزاف. انا غادي نزيد داك الخماره. هنايا راه زيد داك الخميره، غادي نبقى نخلط هكا. راني زيدت الطحين يعني مغربل كيف ما العاده كيف ما قلت لكم. نخلط هكا حتى يتجمع ليا العجين، ما يكونش عاود قاصح وما يكونش ما بين وبين. تتبعوا معايا ان شاء الله ملي نعجنو. من بعد هنايا المتتبعين ديالي انا جمعت العجين. ها نتوما كتجي يعني رطبه وتكون خفيفه. هانتوما هنايا غادي نقسمها على جوج. النص غادي نخليه هكا، والنص غادي ندير ليه الحبه السوداء. بغيتو تقدروا ديروا الهريسه مثلا ولا الزعتر، يعني تنسموه بالاعشاب المنسمه، يعني على حسب اختيار ديالكم شنو بغيتو. ماشي. غادي نجيب هنايا باش غادي نقطعو. بسم الله. هنايا هاد النص غادي نخليه، النص غادي ندير له الساندويتش. بسم الله. اللي بغيتو باش ما بغيتو تنسموه نقلبوه بحال هكا حتى يتخلط ليا معاه مزيان.
حيت بالنسبه للعجينه خصها تكون رطبه، يعني كيف ما كتعرفوا صابلي كيكون رطب. هذا نخليه هنايا جانبا. غادي ندوز لهذا، نجيب هنايا هاد الدقيق عندي، بسم الله. بعدي شويه ماما باش هنايا غادي نجيب هذا نديرلو الطحين، بسم الله. هنايا غادي ندلكها، نجيب الدلاك، بسم الله. نتوما الا بغيتو ديروه في الكاغيط ديال الحلوى غير باش يسهل عليكم ديروا، يعني لا باس به. نتوما قطع. انا من بعد كيف ما كتشوفوا انا كنديركم على هذا الشكل هذا. هنايا عندي غادي نجيب مرشم. بالنسبه للمرشم يعني كيف ما كان عندكم على حسب نتوما شنو الاختيار ديالكم. انا جبت على هذا الشكل هذا، نديرو هنايا بسم الله. درت الطحين علاش جي على هذا الشكل هذا، نتوما كتشوفوا هاد صوف الطحين. بالنسبه كيف ما قلت لكم على المرشم، يعني المرشم اللي بغيتو تقدروا تاخذوا هذاك ديال البسكويت نيت، حيت انا عندي هنا ما متوفرش، كما معليش ماشي مشكل. ان شاء الله وان شاء الله غادي نبقى على هاد الطريقه هذه هكا كما كتشوفوا هكا. يعني كنحط العجينه يعني نضربها بالدلاك هكا ونطبها بحال هكا على هذا الشكل هذا. ان شاء الله ملي غادي نساليها نتوما متابعين معايا، خليكم معايا المتتبعين ديالي. بالنسبه للمشاهدين ديالي، هذا النص الاخر اللي درت فيه الحبه السوداء السانوش، هاني راني طلقته هكا دلكته، وغادي ندير له نفس الطريقه غير باش تشوفوا يعني كي جا. ها نتوما هانتي جا غزال ما شاء الله، غير جربوه. هذا بالنسبه كيف ما قلت لكم طابع يعني على حسب الاختيار ديالكم. المهم ان شاء الله نكمل الكميه كامله وغادي ندوزو للمرحله الثانيه باذن الله. من بعد هنايا ملي ساليت يعني استفت في العطا، درت الورق ديال الطهي. هنايا عندي 0 بيضه، وعندي هنايا كميه ديال الجبن الاحمر. غادي نجيب هنايا البيضه 0 بيضه، بسم الله. غادي ندهن هاد الوجه ديال البسكويت اللي صابلي بحال هاد الشكل هذا ما كتشاهدوا المشاهدين هكا بحال هكا تبقاو. هنايا من بعد غادي نجيب الفرماج بسم الله، وغادي ندير من الفوق. دير غير شويه حيت هو اصلا ما عندي غادي يذوب. وما شاء الله غنبقى ماشيه بهاد الكميه. داك الصح نوريكم الشكل ديالو عاد
المتتبعين ها هو الشكل ديالو النهائي، يعني قبل ما ندخلو الفران. ها نتوما دابا غادي ندخلو الفران ان شاء الله، ومن بعد ملي غادي يطيب غادي نوريكم الشكل ديالو. من بعد المتتبعين ديالي الاعزاء، ها نتوما كيف ما كتشوفوا الشكل النهائي ديال صابلي على شكل بسكوي. يعني الوليدات الصغار والكبار كلشي مع مالح هكا حتى الماء السكر هكا، يعني مزيان ليهم. عرفتي راه جا رائع بزاف، مذاق روعه روعه روعه. عرفتي ما نقول لكمش، راه غير جربوه ما تندموش عليه. مذاق غادي تحماقوا عليه من الاول، غتهزوا الصداقه الاولى وترجعوا الذوق الثاني عشان غيتسالى في الدقيقه ديالو غيتسالى. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وغير جربوه، راه كيجي زوين بزاف. وشكرا لكم على حسن المتابعه، وما تنسونيش بلاي لايك ولي كومونتير زوينه ديالكم بحالكم. واللي مازال ما اشترك في القناه مرحبا بكم على قناتي وقناتكم مطبخ فاطمه الزهراء. شكرا على حسن المتابعه، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.